اكبر تيك توكر مشهور في العالم، وما كاينش فينا اللي ما شافش الفيديوهات ديالو، وقدر يوصل 161 مليون متابع، ودار بزاف ديال العقول مع كبار الشركات في العالم. واحد الوقت كان كيحتل الانترنت، ولكن حاليا كيخسر الالاف المتابعين يوميا. والسؤال دابا اللي مطروح، كيفاش وصل لهاد الشهرة، وشنو طرا ليه باش بداو كيهربوا من المتابعين؟ هادشي اللي غادي نشوفو في الفيديو. اذا تبع معايا حتى الاخر باش تخرج فاهم كلشي. اسيدي القصه بدات اي واحد مشاهد وما عندناش مع فاهم كلشي. اسيدي القصه بدات ديالو في 2000، منين زاد في السنغال وزاد فقير، والعائله ديالو باش تغير حياتهم مشاو هاجروا لايطاليا. وداك الوقت كان الحلم ديالو هو انه يدرس الهندسه، ولكن بسبب الوضعيه ديالو الماديه ما قدرش يخدم، وقرر يخدم في واحد الوزين اللي هو صغير، وهكا قدر يصوب راسو شويه. ومن وصلت 2020 هنا صغير كلشي. منين جات كورونا الوزين تسد وغابي جلس بلا خدمه، وهنا فجاتو الفكره انه قاد حساب في تيك توك. والبدايه ماشي بدات كما كتخايلوا، بدا فيديوهات عاديين تافهين باللغه الايطاليه، وبقى واحد المده اللي هي قصيره، ولكن انه ما قدرش يتلونسا مزيان حيتاش ما كانش عنده اللغه الايطاليه مزيانه بحد ذاتها، والايطاليين كان عندهم جمهور صغير. وهادشي ما قدش يزيد افونسي بيه في تيك توك. وهادشي بدا كيدار فيديوهات اللي هو ساكت كاع ما كيهضر. وهادشي دار اول فيديو واللي تفرقع له ديال بصح، وقدر يغير حياته. هاد الفيديو البسيط قدر يطلع ترند ويوصل اكثر من 200 مليون مشاهده و32 مليون لايك في اقل من 24 ساعه. وهنا خابي لامي عرف انه واش خصو يدار، بدا كيلوح الفيديوهات بنفس الطريقه، ووصل نفس المشاهدات اللي كان دار في الفيديو الاولاني. وهنا خابي ولا اسطوره ديال تيك توك، وقدر يوصل ل 50 مليون متابع في اقل من شهرين. وتخيلوا معايا هذا الرقم راه كيجلسوا في كبار صناع المحتوى سنين ما كيوصلوش ليه. وهكا بدا كيحط فيديو مورا فيديو، وكلهم كيضرب فيهم اكثر من 100 مليون مشاهد. هنا الناس حبوا التمييز ديالو، وخلى عندهم واحد الفضول باش غير انه يسمع صوته. بقى غادي مزيان حتى وصلت الوقيته ديالو فاش بدا كيسني مع كبار الشخصيات في العالم. تخيل معايا في سنه 2021 بالضبط في شهر 8 ان غابي قدر يوقع اعلان كبير مع نادي يوفنتوس، وموراه من شهر وقع مع شركه بوس اللي كتعبر من اكبر شركات ديال الالبسه. ولكن مورا هاد النجاح كامل وهاد النجوميه والصوره المثاليه اللي مرسومه عند الناس، بدات كتبان شي حوايج اللي غادي تدمر سمعه هاد الانسان. في سنه 2021 قدر يوصل 100 مليون مشارك، والناس بدات كيقلبوا ليه في الفيديوهات القديمه، حتى لقاو بارطاج واحد الفيديو اللي لقاوه كيتنمر على واحد البنت. هادشي خلى بزاف المتابعين كيجمعوا عليه. وبداو كيقولوا كنا عارفينه كيدير بحال هكا، كان ما تبعناش. وبدات كتجي واحد المتابعه اللي سميتها شرمي داميليو، هو فاش قرب يفوتها جات قررت باش دير شي حمله اعلانيه. مني شافت هذوك الاشخاص فاش بداو كيهاجموا عليه، وخابي لامي مبقاش ساكت لهاد الضغط اللي كان كيجي، وقال في واحد الفيديو واحد ستوري اللي حطو قال فيه ما كاينش اللي شحال من مره انا كنتنمر في شي ستوريات وانتوما كتدوش فيه، وشحال من واحد كيدير ليا بحال هكايا، وكاين شي وحدين غير اللي باغي يزيد باش ما نفوتوش في هذا. ورجع عاوتاني خابي لامي ولا عاوتاني من اكبر تيك توكر في العالم، ودا اكبر جوائز، ودار اشهار مع اكبر شركه اللي هي اكس بوكس. وهنا غادي تولي النهايه تاع خابي لامي. تخيل معايا من 2024 وهما المتابعين ديالو كينقصوا بالالاف، كان كيجي في الاول 100 مليون مشاهده في كل فيديو، ولا كيجي حاليا 10 المليون. غادي تقولوا لي راه 10 المليون عدد كبير، ولكن صناع المحتوى ماشي الخابي لامي. والكارثه الكبيره هو كل هاد 10 المليون الفيديوهات نازلين عليه بالعديد ديال التعليقات اللي خايبين. وهنا غادي نطرحوا سؤال واحد، علاش خابي لامي نزل هاد النزله وشنو وقع له؟ غادي نقول لكم بان خابي لامي بدا كيحط كل نهار فيديوهات وبزاف الفيديوهات، وبقى مده طويله كيحط نفس الفيديوهات، كيقلب على فيديوهات تافهه وكيدير نفس الرياكسيون. هادشي باش كنكتشفوا ان هاد الفيديوهات وهاد صانع المحتوى فاش بدا كيستمر وما بداش كينوع ما نجاش في المحتوى ديالو.